ما عندي مانع، لأنه عندي سند. عندك سند؟ نعم. وعندي هوية. وعندك هوية. نعم. شنو السند؟ منو السند؟ وشنو الهوية؟ لطيف. السند الحسين. وهويتك؟ بعض الأبيات لأبي الفضل العباس. زين، شنو هو الأبيات بالله هاي اللي تعتبرها هوية؟ الأبيات للإمام العباس عليه سلام الله عليه. وأنا عندي قناعة تامة وإيمان كامل بأنه أنا باكر أطالب الإمام العباس بها. هذين الأبيات. هذين الأبيات شنو هن نسمعهن وانت رايح لقبرك؟ لما أدخل الرؤوس الشريفة على مجلس يزيد، جميع الرؤوس معلقة على رماح إلا رأس قد وضع بسلة وعلق بعنق الفرس، فأخذ يزيد يتصفح الرؤوس فيسأل لمن هذه الرؤوس، حتى وصل ذلك الرأس فقال لمن هذا الرأس؟ قالوا هذا رأس العباس. سلام الله عليه. أنا أقرب هاي الرواية، الكتاب اللي هو في قتل الطفوف، هاي الرواية اللي أقرأ بها، يقول وصلوا قال لمن هذا الرأس؟ قالوا هذا رأس العباس. فسأل يزيد ما كان دور العباس بالطف؟ قالوا سيدي لقب بعدة ألقاب ومنها كفيل زينب وساق العطاشة وحامل اللواء. قال أين لواء العباس؟ قالوا سيدي مع الغنائم. قال إذن علي بلواء العباس. فجاءوا ليزيد لعنة الله عليه بلواء العباس، فأخذ يقلب اللواء يمينا وشمالا فوجد آثار قبضة أبي الفضل العباس على اللواء، ولم يجد مكانا إلا وبه طعنة، ضربة سيف وطعنة رمح، فقال أبيت اللعن عباس أهكذا يحمل اللواء وإلا فلا. هنا على هاي الرواية نعم وعلى هاي القصة أنت مزجت أبياتك مو؟ صحيح. واللي تعتبرهن هويتك اللي راح تدخل بها تنتقل بها من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. نعم. شو تسولف قبال القبر حيدر عسل؟ من جابوا الروس وطبوا الديوان، ايه وقف ينشد يزيد وصفن وتعجب، هاي الروس كلها معلقة على رماح، لمن هالراس؟ هذا الفرس بيحدب، هذا الراس راس الحارب وريشات، ايه راس المرجلان اللي كفل زينب. نعم. خلى الخيل تصعد فوق روس الخيل، وبعد شال اللواء بالمعركة وغنتب. بغنائمنا ترى جبنا لواء عباس وهو نعم. بالغنائم رفرف ويلعب. والنعم. ايه من جابوا الروس وطبوا الديوان، وقف ينشد يزيد وصفن وتعجب، هاي الروس كلها معلقة على رماح، لمن هالراس؟ هذا الفرس بيحدب، هذا الراس راس الحارب وريشات، ايه راس المرجلان اللي كفل زينب، خلى الخيل تصعد فوق روس الخيل، وبعد شال اللواء بالمعركة وغنتب. بغنائمنا ترى جبنا لواء عباس وهو بالغنائم رفرف ويلعب. قال لهم يزيد اللواء نشوفه هنا، لو ينحمد بعباس لو ينسب. جابوا للواء وللحم شاف عباس من حرحرتي ذا باللواء شلب. الله. عضيده يزيد وقال حق ينقال، شيخ الطف ترى العباس هو مرتب، أبيت اللعن يا عباس بالعباس، لو هيك اللواء ينشال لو يطبق ويندب.